ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. المره اللي فاتت اتكلمنا عن العمل الحر وجاوبنا على اهم الاسئله اللي الناس دايما بتسالها: ابدا ازاي في مجال العمل الحر؟ هتلاقي الفيديو في الديسكريبشن. النهارده هنتكلم في تاني خطوه، وهي طيب انا عايز ابدا في مجال العمل الحر، ايه الترشيح لمنصه تكون بتقدم خدمه الفريلانسنج اقدر ابدا عليها بامكانيات بسيطه. ترشيحي ليك موقع خمسات. المرة اللي فاتت قلنا انك تدخل مجال العمل الحر محتاج ان مهارات زي اللغة، زي مهارات تكون انت متمكن منها، او هنتكلم عنها قدام تاني لما نعرض الموقع. ولكن قلنا ان انت لو مش متمكن من اللغة الانجليزية مثلا، فانت عندك منصات عربية تقدر تقدم عليها خدمة الفريلانسنج. منافسة زي يعني مثيلة لمنصات زي ابورك اللي هي بالانجلش، فانت عندك خمسات وغيره من المنصات العربية، ولكن اشهرها خمسات. وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. هدف الفيديو ان ينقل لك التجربة اللي انا مريت بيها على الموقع، واقول لك اهم النصايح انك محتاج انك تتفاداها عشان تعرف تستفيد من وجودك عليه بشكل افضل وتحقق ارباح باذن الله. موقع خمسات طبعا، موقع خمسات من مواقع مشهورة جدا. مجرد ما تعمل سيرش سواء بالعربي او بالانجليش هتلاقي نتائج بحث عليه كتير جدا، وهتلاقي الموقع في التوب ريزولتس. هندخل على موقع خمسات. اول حاجة هو ازاي اعرف استفيد من الموقع ده. عشان تعرف تستفيد من الموقع ده قبل ما تعمل عليه اي حاجة، ابدأ الاول خد جولة عليه. ودي نصيحة في اي حاجة انت هتخش فيها في حياتك. خد الاول فكرة، اعرف ايه اللي بيحصل فيها، اعرف الناس بتعمل ايه، عشان لما تيجي تقدم انت حاجة تعرف تخليها مميزة. اول ما بندخل على الموقع بنلاقي الموقع فيه تصنيفات كتير، بيقدم خدمات في مجالات كتير جدا مختلفة، سواء في مجال البيزنس او البرمجة والويب ديفلوبينج وكل انواع البرمجة، للتسويق الرقمي، بكل بقى التفاصيل الخاصة بيه في الديجيتال ماركتينج او التسويق في العموم. التعليم عن بعد، انت ممكن تقدم خدمة ان انت تكون تيتشر او مدرس، انك انت تدخل مع حد اونلاين وتدرس له مقابل اجر معين بتتفقوا عليه. ممكن لو انت في الفويس اوفر وتسجيل الاصوات تعرف تقدم. لو انت حد اصلا معاك شهادة جامعية مثلا في مجال زي مجال الهندسة، تقدر ان انت تقدم خدمات اونلاين في تصميمات وحاجات مثلا بتكون خاصة بالمجال ده. التصميم طبعا والجرافيك ديزاينر، الفيديو انيميشن، ان انت تعرف تعمل فيديوز الناس بتحتاجها في الماركتينج في انها تسوق لنفسها، فبتحتاج يتعمل اعلان معين بشكل فيديو كاركتر تبقى ظاهرة. لو انت عندك المهارة دي فانت قادر جدا ان انت تقدمها. الكتابة والترجمة، وده اللي احنا اتكلمنا عنه. لو انت عندك اسلوب انك تعرف بتحب الكتابة وبتحب كتابة الابحاث والترجمة، فتقدر وهتلاقي اقبال كتير جدا عليها والناس كتير بتطلب الخدمة دي. تحليل البيانات طبعا، ده لو تخصصك فانت عندك فرصة ان انت بجانب شغلك، لو انت عندك دوام ثابت فانت تقدر ان انت برضو تعمل خدمة على الموقع ويبقى عندك دخل اضافي. طيب، احنا هنا عرفنا الموقع ايه الخدمات اللي هو بيتيح انك انت تقدمها. احنا اتكلمنا عن الكاتيجوري. طبعا كل تصنيف هندخل جواه هنلاقي كم مهول من الخدمات تقدر تقدمها. يعني لو بنتكلم على التسويق الرقمي وده اللي اقرب لينا، فانت عندك تقدر ان انت تتكلم عن، خلينا ندخل مثلا نشوف ان انت تقدر تعمل خدمة ان انت تدير حسابات سوشيال ميديا. تقدر ان انت تخصص نفسك في التسويق على الفيسبوك، التسويق على انستجرام، على الايميل، السيو ومحركات البحث. ان انت تعمل خطة تسويق. يعني الكاتيجوري الواحد جواه تصنيفات كتير تقدر تبيع فيها، وكل تصنيف تقدر ان انت برضو تبيع جواه خدمات اكتر، مش خدمة واحدة. زي كده لو نزلنا تحت هو بيقولك كل تحت كاتيجوري ايه الحاجات اللي انت تقدر تقدمها. فلو التسويق على مواقع التواصل ده انت ممكن تبقى تقدم لكله، او ان انت تقول لا انا هسوق فيسبوك بس او تويتر او يوتيوب، لا ده انا هتخصص في التيك توك وسناب شات وهكذا.
الاعلانات الممولة، ممكن تقول ان انا متخصص في اعلانات الفيسبوك وتويتر، او انت متخصص فيهم في العموم، فيهم كلهم. المهم ان الكاتيجوري اللي انت تدخل فيه وتقدم فيه خدمة، اهم حاجة انك تكون هو ده اللي انت حابب تكمل فيه، وهو ده اللي انت تستثمر فيه نفسك عشان تكبر فيه اكتر، وخدماتك تبقى مميزة اكتر واكتر. طيب، يجي بقى السؤال. انا عرفت ان انا عندي ان في موقع اسمه خمسات، وانه عليه خدمات كتير جدا. لو ضغطنا على التصنيفات فكل دي خدمات انا اقدر اقدم فيها حسب المهارات اللي عندي. طيب طيب عرفنا ايه هو موقع خمسات. طيب عرفنا ايه هو موقع خمسات، ايه الخدمات اللي اقدر اقدم فيها. لو ضغطنا هنا على التصنيفات فانت عندك تصنيفات كتير جدا ممكن تقدم فيها حسب الخدمة والمهارة، المهارة اللي عندك. طيب السؤال بقى، انا كده عرفت ازاي ممكن استفيد منه. لو انا كاتب محتوى هقدر اقدم خدمة، لو انا بحب شغل خطة التسويق والماركتينج هقدر اقدم، لو انا بحب البرمجة هقدر اقدم. ازاي اعمل حساب عليه؟ نصيحتي بقى هنا ليك، قبل ما تعمل حساب الاول اعمل تصفح كده، زي نقول ماركت ريسيرش بسيط، ان انت افتح التصنيفات الموجودة على الموقع، ابدأ ألف في كل حاجة. خلينا مثلا نشوف مثلا التسويق الرقمي. خلينا ندخل على إدارة حسابات التواصل الاجتماعي. نفترض ان انت بتحب المجال ده، وبتحب شغل السوشيال ميديا، ان انت تدير صفحات التواصل الاجتماعي وغيره. لو هو ده اكتر حاجة انت حاببها، ابدأ ادخل هنا ودور، شوف الناس بتقدم الخدمات ازاي، اعمل دراسة للسوق ده. انت جوه الموقع ده كأنك جوه سوق فعلا، فاعمل دراسة ليه. وميزة الاونلاين ان انت مش هتنزل بقى على ارض الواقع وتعمل سيرفي واستبيان وتروح تلف على كل الاماكن وتشوفهم بيشتغلوا ازاي وكأنك متنكر في عميل. لا لا خالص، الاونلاين ابسط من كده بكتير. انت هتدخل على الموقع، هتشوف كل الناس اللي بتقدم الخدمات، هتقرا كل الخدمات اللي انت شايفها ناجحه. خلينا مثلا ناخد نبذه، ان مثلا ده حد، ده العنوان الخدمه اللي هو بيقدمها، اداره صفحات الفيسبوك. طبعا هو هنا بيقولك الكاتيجوري، يعني هو جاي من انهي تصنيف، التسويق الرقمي اداره الصفحات. النجوم اللي هنا دي تقييمه للخدمه، فهو اخد تقييم كويس، وال13 دي عدد التقييمات، فده مؤشر للخدمات اللي هو بيقدمها. يعني خلينا مثلا ده حد مقدم اخد 28 تقييم. تمام، خلينا ندخل على الخدمة بتاعته. لما بتدخل على الخدمة بتاعته، وده هيبقى شكل الخدمة اللي انت هتقدمها، هتلاقي وصف للخدمة بتاعته، هتلاقي على الشمال هنا التقييمات اللي هو اخدها، هتلاقي معلومات ان هو بيرد في خلال قد ايه، هتلاقي عدد المشترين، الناس اللي باعلهم، هتلاقي ان هو اذا كان عنده شغل حالي ولا لا، في شغل شغال عليه دلوقتي ولا لا. هتلاقي هنا السعر الخدمة اللي هو بيقدمها، بيبدأ من اول $5، وده اللي هنتكلم عليه قدام. والمعلومة اللي هو بيقدمها للعميل ان هو بيشتغل على الخدمة خلال يوم واحد بيقدر يسلمها له. وطبعا هو هنا ده اسم صاحب الخدمة، ده البروفايل بتاعه لو دخلنا عليه، وهتلاقيه ان هو بائع مميز. يعني هو حد اشتغل بقاله فترة على الموقع لغاية ما خد خلينا نقول ده زي ترتيب كده او توب رانكينج، فهو اخد ان هو بائع مميز، يعني اخد تصنيف كويس من ضمن البائعين على موقع خمسات. فموقع خمسات بيخلي الصفحة دي ظاهرة سواء ليك انت كحد بيدور وبيتفرج، او للعميل. العميل بيحتاج يشوف المعلومات دي عشان تشجعه اكتر ان هو يشتري، محتاج يشوف الخدمات اللي الشخص ده بيقدمها، صور منها، النتائج لشغله السابق عشان يقتنع اكتر، محتاج يلاقي description كويس جدا، او وصف الخدمة شكله واضح ومنظم وفعلا يبيع. ودي بقى مهارة التسويق، ان انت تحاول تتقنها مع الوقت عشان تعرف تسوق كويس لنفسك. وبينزل تحت وبيشوف التقييمات اللي الشخص ده اخدها. طيب انا هنا عايزة اقول ايه، ان انت مهم جدا قبل ما تبدأ على الموقع عشان ما تشتتش نفسك وتقول طب انا هقدم ايه، انا معرفش. اول خطوة تعملها ورقة وقلم، واكتب كل حاجة انت بتعرف تعملها،
وشوف الحاجة دي ايه اكتر حاجة فعلا انت عارف بشكل صريح ان انت فعلا مميز فيها. تاني خطوة، ادخل شوف الحاجة اللي انت بتعرف تقدمها دي ايه الخدمات اللي الناس بتقدمها في المهارة اللي عندك دي. هتلاقي، اكيد هتلاقي ناس بتقدم نفس الحاجة. يعني مثلا انا بشوف ان انا مثلا بحب تحليل البيانات، وده تخصصي، وبحبه اكتر في مجال التسويق. لو دخلت هلاقي كتير جدا بيقدموا الخدمة دي. هبدأ ان انا اشوف هما بيقدموها ازاي، او ايه الوصف اللي بيحطوه في الخدمة، ايه اراء العملاء، وابدأ ان انا افكر ازاي بقى انا اعمل لنفسي خدمة على خمسات، انشأ لنفسي خدمة، وازاي اخليها مميزة ومنافسة ليهم. مثلا ادارة منصة لينكد ان انت يكون عندك بروفايل شخصي على لينكد ان قوي وجذاب، عشان يبقى فرصة ليك ان انت تلاقي فرص شغل، شركات تعينك. دي حاليا بقت خدمة الناس بتقدمها، ان هي ازاي تطور الصفحة بتاعتك، صفحتك الشخصية على لينكد ان، تساعدك على تطويرها، فتبقى الصفحة ظاهرة لناس كتير، ويكون ليها تفاعل، او انت يوصلوا لك ازاي تعرف تعمل عليها تفاعل، فالناس تشوفها. فلو انت حد فعلا متمكن من مهارة او شغلانة معينة، الشركات تبدأ تتواصل معاك. دي مع الوقت بقت خدمة، ودي خدمة احنا هنعملها قدام. فأهم نقطة هو دراستك للسوق ده. انت جوه عالم خمسات، فانت جوه سوق. شوف ايه الحاجة اللي انت متميز فيها، وشوف الناس دايما بتطلب ايه، ودور بين الاتنين هنا على الخدمات الموجودة. هتطلع اكيد بافكار كتير. لو انت كان عندك خدمة معينة عايز تقدمها، بعد ما هتدور عليها هنا وتشوف الناس بتقدمها ازاي، انت هتطلع افكار احسن. هيعجبك حاجة هم مقدمينها، وهتنتقد حاجات هم حاطينها، طريقة عرضهم للخدمة ممكن تكون شايفها مش كويسة، فانت هتقدمها بشكل افضل، وهكذا. فقبل ما تنشئ حساب على خمسات، قبل ما تنشئ خدمة عليه، فكر الاول انت ايه الحاجات اللي انت فعلا مميز فيها، او على الاقل بتعرف تعملها. بلاش نقول مميز عشان ما نقولش ان احنا عايزين ليفل خبرة، لا، انت بس بتعرف ان انت تقدمها، جربت تعملها، ذاكرتها وجربتها، حتى بشكل ديمو، بشكل مش بروجكت حقيقي. جربت فعلا، ذاكرت حاجة وجربت انت تعمل بروجكت من دماغك عشان تثبت ان انت اتعلمت الحاجة دي. انت كده خلاص بقيت متقنها. فلو انت حابب ان انت تكمل فيها، دور بقى الناس بره او تقدمها كخدمة بتقدمها ازاي. طيب، دي اول حاجة. تاني حاجة قبل ما نبدأ نعمل حساب على خمسات، لو خدتوا بالكم، طيب يبقى اول حاجة انت، طيب خلينا بقى نقول احنا وصلنا لايه. اول حاجة قلنا ان انت تكتب ايه المهارات اللي انت بتعرفها. تاني حاجة تشوف المهارات دي على الموقع ده الناس بتقدمها ازاي، وتكتب ايه اللي انت شايفه مميز عندهم، وايه اللي شايفه عيب عندهم، وفي المقابل برضو انت بتعرف تأديها بتأدي الخدمة دي، وايه اللي انت محتاج تشتغل على نفسك فيه عشان تبقى قوي وتعرف تنافسهم، وايه الجديد اللي عندك اللي انت ممكن تضيفه، حتى لو الجديد ده هو طريقة عرضك للخدمة على خمسات. حتى لو انت في الاخر انت وهو هتقدموا نفس الخدمة، كتابة محتوى، ولكن انت ازاي قدرت تحط تعرض الخدمة، بس انت عرفت ازاي تعرض الخدمة بشكل افضل ويكون جذاب اكتر. طيب، تالت حاجة، وانت بتنشئ الخدمة لازم تفكر في الموقع ده عايز ايه، مش انت اللي عايز ايه. يعني الموقع هنا هو معمول عشان زي ما هو حاطط لك الشعار، هو موقع عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة، انجز عملك بسهولة بأسعار تبدأ من $5 فقط. يعني الموقع هنا بيقدم للعميل اللي هيجي ان انت لو عندك خدمة بسيطة حابب ان انت حد ينجزها لك، فانا موجود كموقع خمسات، وكمان هقدم لك سعر الخدمة بيبدأ من $5. فانا بقدم لك سعر بسيط جدا قصاد الخدمة اللي انت عايز تاخدها من عندي. فده الهدف بتاعه اللي هو بيه انتشر، فانت لازم تمشي معاه على الهدف ده. بمعنى
ان انت لما تيجي تقدم خدمة حاول ان هي دايما تكون اجزاء من الخدمة بتاعتك. يعني انا دلوقتي عايز اقدم خدمة كتابة المحتوى، فانا بقولك ان انت ممكن تشتري مني بوست واحد بس او محتوى واحد بس ب$5. مش مثلا انت مش هتقدر تشتري غير عدد كبير مثلا من المحتوى. طيب الشعار ده نطلع منه بايه؟ نطلع منه بالخطة اللي انا هحطها لنفسي للخدمة اللي انا هقدمها. يعني الموقع عايز يجذب انتباه الناس اللي بتحب تنجز مهامها بشكل سريع، بان انت تقدر لو عندك مهمة معينة بسيطة عايز حد ينجزها لك، فموقع خمسات موجود، احنا هنا موجودين عشانك، وب$5 هتقدر ان انت بس مقابل الخدمة اللي انت عايزها مننا. فانت دايما وانت بتنشئ الخدمة فكر ازاي الخدمة بتاعتك تبدأ بشكل بسيط. يعني انا لو هقدم خدمة كتابة المحتوى، فانا هكتب المحتوى الواحد مثلا ب$5. فانا لو حاولت ان انا ابسط على العميل اللي هيجي، مثلا في ناس هتلاقيها بتقدم خدمات الترجمة، فيقول ان هو هيترجم صفحة واحدة ب$5. انت بقى لو عايز اكتر، فانت لو عايز صفحة واحدة هنقدر نضرب عدد الصفحات في $5 ونشوف تكلفة البروجكت ايه. فحاول ان انت تبني الاستراتيجية بتاعتك على الاستراتيجية اللي الموقع عايزها، يعني ما تمشيش عكسها عشان تعرف تكسب فعلا. ازاي؟ بانك انت تفكر ازاي تقدم خدمات بسيطة من الحاجة اللي انت بتعرف تعملها. لو العميل عجبته بعد كده هو هيطلب منك مثلا بروجكت كامل. يعني انت ما تبقاش بتقدم مشروع كامل، انت بتقدم جزء من المشروع، والجزء ده فعلا هو لو خده هيفيده، وده اهم شرط. طيب ازاي ان انا امشي مع الاستراتيجية بتاعت الموقع؟ دلوقتي هو الموقع دي الاستراتيجية بتاعته ان انا هقدم خدمات بسيطة مقابل $5. فانت لو عميل عندك خدمة بسيطة انا هقدر اعملها لك مقابل $5. فالمهم ان انا اعرف امشي على الاستراتيجية دي، ما امشيش عكسها عشان اكسب. زي مثلا ان انا بشتغل في الديزاين، جرافيك ديزاين، هقولك ان انا بعمل التصميم الواحد $5. ممكن بعمل اللوجو الواحد $5. تمام. طيب هنقول مثلا ان اللوجو ده بيحصل قبليه برين ستورمينج كده وافكار على ورق واشوف المكان بيقدم ايه، والالوان وتناسق الالوان، ومن فكرة المكان والشغل بتاعه اقدر اشوف ايه العنصر اللي او الرسمة اللي تميز المكان ده. ممكن دي بقى خدمات، هي فعلا الخدمات الاساسية عشان اعمل اللوجو، عشان اوصل في الاخر لرسمة اللوجو. فلو العميل مثلا هو عنده كل الافكار دي وعايزني اعمل له الرسمه بس، اوكي دي هعملها له $5 مثلا. لكن لو عايزني ابدا له الموضوع بقى كمشروع كامل، ساعتها بقى هتفق معاه هو البروجكت ده بيتعمل بقى بمبلغ معين، ان مثلا رسمه التصميم $5، والافكار اللي قبل رسمه التصميم مثلا ليها تكلفه معينه. بس انا في الحالتين انا قادره اقدم له الخدمتين، سواء ان انا اعمل له الخدمة النهائية اخر مرحلة، يا اما اقدم له المراحل كاملة. فاهم حاجة ان انت تعرف ازاي الخدمة اللي انت بتقدمها تقسمها لمراحل، وكل مرحلة هي قابلة ان انت تقدمها للعميل وتكون كافية بالنسبة له. يعني انا ممكن لو جينا على خدمات ان انا تطوير بروفايل لينكد ان زي ما اتكلمنا عنه في الاول، مثلا لو هنتكلم على خدمة تطوير بروفايل لينكد ان. تطوير بروفايل لينكد ان انت بتطور للشخص البروفايل بيكتشر بتاعته، الصورة نفسها بتقدم له نصايح وتحاول تعدل له الصورة بحيث ان هي يكون شكلها بروفيشنال، بتعمل له كفر يكون جذاب وليه علاقة اتراكتيف، ليه علاقة بالخدمة اللي هو بالمهارة او التخصص بتاعه. بتقدم له ديسكريبشن، بتكتب له ديسكريبشن قوي يتحط عنده في الصفحة، فيبقى في الاباوت الناس تدخل تقرا كده فتعرف اكتر عنه وهو متميز في ايه. فكل دي حاجات لازم تكمل مع بعضها عشان البروفايل يكون كامل او يكون خلاص جاهز ان هو كده بروفايل بروفيشنال يعني. طيب انا هنا ممكن على خمسات اقدمها له على مراحل، هكتب لك ديسكريبشن $5، فهو عايز ده بس وهيكون كافي مثلا بالنسبة له في المرحلة دي. طيب عجبه الوصف، هيطلب ان انا اطور له او اعدل له البروفايل بيكتشر بتاعته،
طب عجبه ممكن يطلب مني ان اصمم له الكفر بتاع لينكد ان. طيب عجبوه كل دول، ممكن بقى يطلب مني ان احط له خطة محتوى يمشي هو عليها عشان يحسن بيها الحساب بتاعه. فكل واحدة فيهم انا ممكن اقدمها له ب$5 بس، هو هتكون بالنسبة له كافية. فهي الفكرة ازاي تكسر الخدمة بتاعتك وتعرف ان انت تسهلها على العميل. يبقى احنا كده نعيد النصايح تاني. اول حاجة اكتب الاول انت بتعرف تعمل ايه المهارات اللي عندك، مش شرط وظيفة. يعني ما تقولش انا كاتب محتوى، انا جرافيك ديزاينر، لا، اكتب ان انت بتحب الكتابة، اكتب ان انت بتحب تعمل سيرشنج وتدور عشان تطلع افكار كويسة، اكتب ان انت بتحب تناسق الالوان والتصميم في العموم. الحاجات دي هي دي المهارات اللي بيها تقدر تطلع بيها بخدمات وبوظايف وبتخصصات. ما تفكرش ان انت تكتب تخصصات، لان ممكن في الطبيعة انك تلاقي عندك تخصص واحد، لكن ممكن تلاقي عندك مهارات كتير وتكون متماشية مع كذا تخصص. تاني حاجة ادخل على الموقع، دور شوف ناس زيك عندهم المهارات دي بتقدم خدمات ايه. ممكن لو انت ما عندكش فكرة لخدمة معينة تطلع لك فكرة من الحاجات اللي هم بيقدموها. زي ما قلت لكم هتخشوا على الكاتيجوري، هتدوروا في كل كاتيجوري على كل حاجة الناس بتعملها في التصميم في غيره. هتلاقوا هنا تصميمات، هتخشوا هتشوفوا مثلا تصميم سيرة ذاتية، تصميم صورة مصغرة، تصميم بلانر، وهكذا. وهتدخل وجوه كل سب كاتيجوري او فرع يعني هتلاقوا انواع من الخدمات كتير والناس بتقدمها وتسعيرها بيبدأ من كام، سواء بيبدأ بقى من $5 او من 50. انت اللي بتحدد وبتشوف ايه الانسب. طيب هنرجع تاني للصفحة. خلاص انا عملت كده دراسة السوق بتاعتي، عرفت انا متميز في ايه، او انا بعرف اعمل ايه، وايه الخدمات اللي ممكن اطلع بيها. هم طب بيقدموها ازاي، بيسعروها ازاي، من بداية من $5 ولا اعلى شوية. قعدت في الاخر طلعت بكام واحد، حددت خلاص ايه الخدمة اللي انت عايزها، طلعت بكام واحد على الموقع هنا يعتبر بيقدم الخدمة دي. هتشوف هو بيقدمها ازاي. الغلطة بقى اللي ما تقعش فيها، ما تقلدش الخدمة كوبي بيست، لان اولا انت ممكن الصفحة ممكن الشخص ده يعرف ويوقف لك الحساب. حصلت معايا ان حد قلد الخدمة بتاعتي كوبي بيست بالظبط، وتواصلت مع خدمة العملاء او الكاستمر سبورت على موقع خمسات، واديتهم تفاصيل عن الشخص ده، سكرينات من الخدمة اللي هو بيقدمها. ولما دخلوا عرفوا فعلا ان الخدمة تم تقليدها بالظبط. طبعا ده بيفرق ازاي، ان انا طبعا حد ممكن يكون بقاله فترة على الحساب، ده شخص لسه جاي جديد، فطبيعي بما انه اخد كل حاجة كوبي بيست، حتى صور البروجكت اللي انا بقدمها حطيتها هو برضه عنده كوبي بيست. فده كان سبب ان هما وقفوا له الخدمة ومسحوها له. فما تقعش في الغلطة دي. تاني نصيحة انصحك بيها وانت خلاص بتاخد القرار ان انت تعمل خدمة على الموقع، بعد ما عرفت انت خلاص وحددت انت عايز تعمل ايه، ما تخليش حد هو اللي يعملها لك. يعني ما تشوفش حد مثلا من صحابك بيعرف يعمل عمل قبل كده خدمات على خمسات ونجح فيها بانه يعرف يجيب مكسب منها، فتقول له طب ادخل كريت لي حساب واعمل لي خدمة مثلا ولتكن عن ان انا بعرف اكتب وورد. فهو طبعا لو صاحبك هيجاملك عادي وهيدخل وهيعملها لك، وممكن يعملها لك بشكل كويس ويدي لك، يقول لك اهو خلاص عملت لك الحساب، وادي الحساب اهو، وادي الخدمه هي كريتها لك، وتقدر بقى دلوقتي تدخل وتبدا. لا بلاش تعمل كده. الحاجه اللي انت بتعملها بنفسك هي الحاجه اللي هتخليك تستمر. انت بتسعى فيها، فانت بتتعب في كل خطوه، بتتعلم في كل خطوه، فبيبقى عندك شغف ان انت تفضل مكمل. لكن انا قاعده في مكاني وخليت زميلتي هي اللي تعملها لي او صاحبي او غيره، مش دي الحاجه اللي هتخليني اتحمس اني اكمل. لا انا خلاص عادي، يعني هو حد كريت لي وانا ممكن ما اخشش ولا افتح ولا اشوف اصلا اللي هو عمله، لان ما كنتش متحمسه من البدايه ان انا ادخل في الموضوع ده. فدي نصيحه بلاش تقع فيها. طيب
هنيجي نتكلم عن حاجة تانية ودي الأهم طبعا، ان انت هتسأل طيب هل هنا انا اقدر فعلا اكسب بالدولار؟ انت بتكسب بالدولار لان انت الخدمة اللي انت بتدفعها، بتطلب من الشخص مثلا ان انا هعمل لك حاجة معينة مقابل $5. يعني انت بتشوف رقم 5 ده رقم بسيط، بس انت عارف ان هو ترجمته بالجنيه المصري هتكون بتفرق وهيكون فيها مكسب. فطبعا فانت فعلا كده بتكسب بالدولار. طيب هل انا هاخد دولارات في ايدي؟ الموضوع ده ممكن تسيرش فيه وتدور، انا ما جربتوش. انا هنا هقولك انت ازاي بتكسب من الموقع وازاي بتاخد فلوسك. انت لما بتعمل الخدمة والشخص العميل بيدخل يشتريها منك، فليكن بقى اشترى منك خدمة $5، فانت كل اللي بتعمله ان الموقع بياخد منك $1 ويسيب لك $4. طيب بعدين انت ما بتقدرش تسحب $4 غير بعد 14 يوم. دي حاجة. الحاجة التانية ان انت ما تقدرش تسحبهم غير لما يوصلوا تقريبا $10. ممكن اشوف الابديت وابلغكم. طيب ازاي حساب خمسات بيحاسبني على الخدمات اللي انا بقدمها وازاي انا بحصل على ارباح منه؟ الموضوع بسيط. انت لما هتوصل لمرحلة ان انت عملت الخدمة بتاعتك واللي هنعرض خطواتها قدام، الخدمة بتاعتك بتدخل في مرحلة المراجعة. بعد مرحلة المراجعة الموقع خلاص بيوافق ان هي تظهر وسط الخدمات. اول ما العميل يبدأ يطلب منك خدمة بيبدأ ان هو خلاص اتفقتوا على كل التفاصيل، بيبدأ ان هو يدفع فعلا المبلغ اللي انتوا اتفقتوا عليه. طيب ازاي الموقع بيحاسبني وازاي بحصل على ارباح؟ انا كبائع، يعني حد بيقدم خدمة على المنصة. لو انا خدت خدمة بمقابل $5 مثلا، بعت للعميل خدمة مقابل $5، فالموقع بياخد 20%. 20% اللي هي هتكون $1 من ال5، فانا بكسب $4. هل اقدر اسحبهم بعديها على طول؟ لا. الخدمة بيكون المبلغ بيتحط تحت حساب بيتقال عليه كده على خمسات حساب معلق. يعني هو بيعلق المبلغ ده لمدة 14 يوم. 14 يوم دول امتى؟ يعني انت قدمت الخدمة خلاص للعميل والعميل استلمها منك، وبيبقى في زرار كده بيضغط عليه العميل ان هو خلاص تم استلام الخدمة وبيعمل لك تقييم. انت كده بالنسبة للموقع اديت الخدمة خلاص وخلصتها. الحساب المبلغ بيتحرك بان هو خلاص يبقى في الحساب بتاعك، ولكن بيفضل لمدة 14 يوم متقدرش تتصرف فيه لغاية ال14 يوم دول بمثابة ضمان بينك وبين العميل اللي اشترى منك الخدمة، عشان لو في اي تعديلات ظهرت له فجأة. لو انت عملت لو نفترض ان انت بتصمم برنامج، بتصمم له حاجة معينة، فالحاجات دي بيظهر ليها نتائج مع الوقت. فخلال ال14 يوم من تجربته للحاجة دي لو في اي تعديلات يحق للعميل ان هو يطلبها منك تاني وتعدلها له. لو تعديلات جوهرية في الخدمة نفسها فانت مش بتطلب منه فلوس طبعا، ودي عشان تبني مصداقية بينك وبينه ان هو لو وقفت معاه حاجة في التجربة اللي هو دخل فيها معاك، لان هو بيخاطر بنفسه برضو، بيخاطر بشغله لان دي بتبقى حاجات شغل ليه. فانت بتضمن له ان انا هعدلها لك. اما لو خلال 14 يوم طلب خدمات جديدة او اضافات جديدة ما كانتش موجودة، فدي بتفتح بيها خدمة تانية، ودي ملهاش علاقة بقى بالخدمة اللي تم تسليمها وخلاص وخلصتوا المبلغ بتاعها. طيب ايه اللي بيحصل بعد ال14 يوم؟ المبلغ بينزل في رصيدك خلاص بشكل كامل. لو هنقول اللي هم $4، ولكن مش هتقدر تسحبهم غير لما يوصلوا $10. من اول $10 تقدر تسحب ارباحك، لكن $4 بيكون صعب ان انت الموقع يدي امر بسحبه. طيب هينزلوا على ايه؟ بيبقى انت بتبقى رابط الموقع بتاعك بحساب اسمه بي بال، وده ممكن نبص عليه كده نبذة سريعة. ده بيبقى بتعمل حساب على بي بال، هي محفظة الكترونية كده افتراضية بتربطها بفيزا مصرية هنا. المفروض ان هي اللي كان موجود يعني ايزي باي. لو مش متاحة ممكن يبقى في حلول تانية نتكلم عنها قدام. بعد ما بتعمل حساب على بي بال، وهحط لك فيديوز كتير بتتكلم عن الموضوع دوت كريفرنس عشان تعرف اكتر ازاي تعمل حساب عليه.
بتحطها في الاكونت، بتحط لينك الحساب ده في خمسات، عشان خمسات يحول لك الفلوس عليه. بمجرد ما هي ما تنزل على المحفظة بتاعت باي بال وانت رابطها بالفيزا اللي هي بتكون شغالة في البلد عندك، خلاص تقدر من باي بال تدي اوردر والفلوس تنزل على الفيزا وتسحبها على طول. هنا في مصر الفلوس هتنزل لك بالجنيه المصري لو انت الحساب بتاعك معمول حساب بالجنيه المصري، بعد ما يكون تم تحويلها بسعر الدولار. يعني الموقع بيقولك، موقع باي بال مثلا بيقولك هي كده اتحولت، المبلغ ده اتحول بمبلغ معين مصري هيوصلك. ففكرة ان انت اصلا تسحب الفلوس وتجيلك بالدولار وتسحبها من البنك بالدولار، دي لفة تانية انا مش بفضلها، وفي ناس بتشرحها، بس انت كده كده في الاخر محتاج ان انت فلوس معاك تبقى بالمصري، عشان خلاص بقى ده مكسبك وتعرف تاخده وتصرفه وتستثمر بيه وتعمل بيه كل اللي انت عايزه. فليه اصلا اخده بالدولار وبعدين ادخل في دايرة ان انا احاول اشوف اماكن تفك لي دولارات وهكذا. فالموضوع بيكون يعني سهولته ان انا خلاص هي تجيلي متحولة بالمصري افضل. وطبعا انا كده كده هكسب فيها لان سعر الدولار بيزيد. فاحنا كده اتكلمنا عن الجزء الخاص بان انت ازاي بتكسب. انت الخدمة بتاخد، الموقع بياخد 20% فايا كان بقى تسعيرة البروجكت اللي انت هتعمله مع العميل، سواء خدمة ب5 دولار او طلب مجموعة خدمات في المحادثة اللي هتتم بينك وبينه على الموقع، فتقدر ان انت تطلب منه فلوس ازيد. يعني مثلا تقدر تقول لا، انت بالطلبات اللي حضرتك طالبها هي الخدمة بتبدأ من 5 دولار، بس بالاضافات اللي حضرتك طالبها يبقى الخدمة هتوصل ل50 دولار مثلا. فانت بتحسب بقى ال50 دولار دول، بتخصم منهم ال20%، فتعرف ان انت هيتخصم منك 10 دولار وانت هتكسب 40 دولار، ومش هتاخدهم غير بعد 14 يوم. ولو نزلوا لك 40 دولار فانت تقدر تسحبهم بعد ال14 يوم على طول وخلاص. طيب ازاي بقى نعمل الحساب؟ انا مثلا هعمل الحساب ده على خمسات، والهدف اللي انا عايزة اعمله ان انا اقدم خدمة تطوير الصفحات الشخصية على لينكد ان، اساعد الناس انها تطور البروفايل بتاعها على لينكد ان. هدخل على حساب جديد، هيقول ان انا عايزة اعمله بجوجل ولا بمايكروسوفت، وممكن ان انا يعني يا اما ادخل البيانات بنفسي يا اما ادخل على طول باستخدام جوجل، ولو انا فاتحه الجوجل اكاونت وهو يكريته على طول اوتوماتيك. طيب قبل ما نعمل الجزء الخطوات دي، هنا بيقولك الحساب اللي انت هتعمله على خمسات هو بيتيح لك كل المنتجات الخاصة بحاسوب. حاسوب هي ايه؟ هي الشركة اللي خمسات من ضمن شركاتها، يعني دي شركة كبيرة بتقدم منصات عربية من ضمنها خمسات، وخدمات تانية ومنصات تانية زي مستقل. مستقل دي ايه؟ هي نفس فكرة خمسات، ولكن خمسات عبارة عن سوق بيع، زي ما بيقولك هو بيع وشراء الخدمات المصغرة. يعني انا ببيع لك لوجو، ممكن ابيع لك فكرة تاخدها، ببيع لك برنامج معين انا عملته وببيعه لكل الناس، فخلاص انا حاطه ان انا ببيع البرنامج ده بسعر معين، كل حد هيجي هبيعه له. اما المستقل فكرته قريبة من المواقع الاجنبية. زي ايه؟ ان هو انت بتدخل، وده هنتكلم برضو عنه في فيديو تاني، انت بتدخل مش بقى بتكريت خدمة انك بتعرف كذا، لا، انت بتعمل نفسك بس بروفايل، انت مين وايه اكتر مهارات الحاجات اللي انت بتحبها والمهارات اللي انت متميز فيها. وبعد كده بيظهر لك بقى جواه كده مجموعة زي سيرش كده، هتلاقي عملاء كتير بتطلب ناس تعمل لها مشروع معين، وهم اللي حاطين، العملاء هم اللي حاطين تسعيرة المشروع ده، ان هم عايزين مشروع كامل، عايزين خطة تسويق كاملة بتنفذها. واللي هيعمل الخطة دي هياخد مبلغ معين، 200 دولار 300 دولار ايا كان المبلغ اللي هما بيحطوه، وبيفرضوا عدد المدة اللي هيتعمل فيها المشروع. عايزين المشروع يخلص في 5 ايام، 3 ايام، شهر. بيحطوا كل الطلبات بتاعتهم، وكل الناس بتدخل كأنها مزايدة، كله بيدخل يرد على العميل ويقول له انا هعرف اقدمه لك في وقت اقصر بسعر اقل وهكذا. ولكن يعني من الحاجات المميزة في مستقل ان انت لو العميل قال ان سعر المشروع ب200 دولار، فانت يا تقبل بال200 دولار يا تقدم العرض بتاعك بداية من 200 دولار يا اعلى، مش بتقدم عرض اقل. لو انت شايف ان الخدمة تستاهل اكتر، يا اما بتقوله طب انا هعمله لك بالسعر اللي انت عايزه 200 دولار وممكن افيدك اكتر بتفاصيل بقى بتبدأ تكلمه فيها، والعميل في الاخر بيشوف مين اكتر عرض عجبه وبيقبله.
في برضو منتجات تانية يعني انصحكم ان انتوا تدوروا فيها لان فيها برضو فرص كويسة. احنا هنتكلم عن خمسات. احنا الاكونت اللي هنعمله هو بيفتح لك حسابات على كل دول، فكل دول خلاص بقى بتقدر تخشهم خلاص بحساب واحد اللي هو حاسوب. مش كل واحد هتدخل تكريت جواه حساب. لكن على خمسات انت هتدخل بس تعمل نفسك خدمة على مستقل. هتدخل هتلاقي ليك بروفايل هتملى فيه شوية بيانات عشان الناس تشوفك، وهكذا يعني. تصفحوا الحاجات دي فعلا هتفيدكم. خلينا نكريت الخدمة. انا هكتب اميرة. هتقول له ان انا وافق على كل الشروط وان انت وتعمل تشيك على البوكس هنا، تعمل تسجيل. انت كده خلاص قالك تم عملية التسجيل بنجاح. انت كده خلاص سجلت على اكاونت حاسوب وبقى ليك وصول لكل المنصات بتاعته. طيب قبل بقى ما تعمل تسجيل دخول عشان تدخل على الموقع، محتاج ان انت تدخل على الايميل على الجيميل بتاعك. هتلاقي حاسوب بعتلك او منصة حاسوب موقع حاسوب بعتلك ايميل للتفعيل، فبيقولك ان انت لازم تدخل عشان تفعل الحساب بتاعك. هتضغط على البوتن هنا دخلك على الحساب. هتلاقيه هنا بقى ده الاسم خلاص موجود. دي بقى اعدادات بسيطة لازم نكملها عشان خطوات الحساب تكمل. اول حاجة ان انت بتقوله ان انت بائع مش مشتري، مش الشخص اللي هيشتري خدمة ده انا اللي هقدم الخدمة. اسم المستخدم بيقولك ان اسم المستخدم لازم يكون حاجة مميزة عشان يبقى هو ده اللي انت مميز بيه لما تيجي تعمل شير لينك للخدمة بتاعتك على السوشيال ميديا عشان الناس تعرفك اكتر ويطلبوها منك. فخلينا نكتبها. ممكن تستخدم underscore هتعمل تشيك على البوكس هنا ان انت موافق على شروط وساسة الموقع. انت كده بقيت جوه حساب خمسات، بقى ليك الاكونت الخاص بيك. الاسم كده بتاعي بقى موجود. في بقى بعض الحاجات اللي انا لازم اكملها هنا، مثلا احصائيات. ان انا هنا لسه ما عنديش اي تقييمات، انا لسه ما انشأتش خدمة اصلا. طبعا ما فيش اي طلبات عملتها ولا اي حاجة، لان كل الحاجات دي هتبدأ تظهر لما بعد ما اعمل الخدمة والناس تبدأ تشتريها مني. الجزء ده مهم جدا. التوثيقات، انت لازم توثق الحساب بتاعك. بتوثقه بثلاث حاجات. انت عملت اول حاجة فيهم البريد الالكتروني انك خلاص انت اللي عامل بيه الموقع الحساب. تاني حاجة لازم تدخل رقم الموبايل والهوية الشخصية، وبتكون يا الباسبور يا اما البطاقة بتاعتك بتصورها وش وظهر وترفعها. نبذة عن الشخص اللي بيقدم الخدمة دي مهمة جدا. دي بعيدا عن الخدمة نفسها اللي انت بتقدمها، انت هنا لازم تدي نبذة عنك كده، وصف تكتبه عن نفسك. انت بتحب ايه، دايما عندك شغف في ايه. يعني اكتب كده ورقة وقلم واقعد اكتب كده افكار كتير في دماغك، وانت في الاخر هتعرف تكتب وصف كده انت يعني ايه اللي بيخليك مميز يعني في ان انت تقدم اي خدمة من الخدمات بتاعتك. والسكشن اللي هنا هيكون فيه سكشن الخدمات اللي انت هتكريتها. طيب انا عشان الملف الشخصي اقدر بقى ان انا احط نبذة عن الشخصية او عني انا شخصيا يعني، واكمل التوثيق. بعمل ايه؟ بدخل على تعديل الملف. طيب خلينا نكمل توثيق الحساب عشان نعرف نعمل الخدمات بتاعتنا عشان الموقع او حساب خمسات ما يوقف لناش الحساب او يعطل لنا اي اجراء هنعمله قدام. مهم جدا ان انت تلتزم بالشروط اللي هو بيقدمها، عشان ممكن بعد ما تكريت الخدمة وتطلع بيها يوقفها لك فجأة لأي كان الاسباب. فعشان كده مهم جدا ان انت حتى تدخل تعرف اكتر عن الموقع، تشوف الاسئلة الشائعة اللي موجودة، ازاي تضمن حقوقك، البيع على خمسات. كل الحاجات دي مركز المساعدة هو ده الكاستمر سبورت، تقدر ان انت تتواصل معاهم، بيردوا عليك وبيجاوبوا لك يعني على المشاكل اللي عندك. فخلينا نعمل تعديل الحساب. هيقول لك هنا وثق هويتك. هيدخلك بقى على منصة حاسوب بقى اللي هي الشاملة لكل المنصات دي. فأي توثيق هتعمله هو هيسمع في كل المنصات خمسات ومستقل وغيره.
هيقولك دخل تاني بياناتك باللغة العربية، هيطلب منك تدخل صورة البطاقة بتاعتك، هيقولك دخل الصورة الخلفية برضو للبطاقة، وهنا هيطلب منك ان انت تعمل صورة سيلفي لنفسك. فانت هتفتح الكاميرا وهتصور نفسك صورة سيلفي. بعد بقى ما هتدخل صورة البطاقة وش وظهر وتصور نفسك صورة سيلفي، او لو انت معاك صورة سيلفي ليك واضحة تروح رافعها، او تصور نفسك لايف وبتضغط اوكي، فبيبعت لك رسالة بيقول لك ان هو هيراجع الحاجة خلال 48 ساعة. هنسيبه هو بقى يراجع الحاجة خلال 48 ساعة وهيدينا نوتيفيكيشن. هندخل تاني على 5 عشان نكمل احنا ايه بناء الصفحة الشخصية بتاعتنا قبل ما نعمل الخدمة، نكريت الخدمة. طيب هندخل تاني على، احنا دخلنا من صورة البروفايل هنا، مهم ان احنا نرفع صورة بروفايل هنا عشان بيطلبها. وهندخل على البروفايل بتاعنا. طبعا الحاجات التانية دي انت بتبدأ بقى تشوف الرصيد بتاعك بإذن الله موجود، اعدادات بقى الحساب باللغة العربية والحاجات دي، تعديل في الحساب ذات نفسه. فخلينا هنا نعمل تعديل الملف الشخصي. انت خلاص هنا بعت التوثيق بتاعك للصفحة، بعت بيانات البطاقة بتاعتك وصورتك، فهو كده كده مش هتروح غير لما الصفحة ترد عليك. انت هنا بقى هتحط نبذة تعريفية عنك. انا مثلا اخترت ان انا احط كده نبذة عني، انا بحب ايه وبهتم بايه، بهتم بمجال الماركتينج، شايفة قد ايه هو حاجة مهمة. يعني انا اختصرتها في كام سطر، ممكن اكتب اكتر. مهم ان الكلام اللي انا اكتبه يكون فعلا بيعبر عني وبيعبر عن حاجة فعلا انا بعرف اعملها، ما يكونش ان هو مجرد حاجة انا باخدها كوبي بيست من اي حد واحطها. حاول دايما تفكر ازاي تعرف تعبر عن نفسك، دي حاجة مهمة، دي اللي هتخليك تبقى واثق انت بتعرف تعمل ايه. انت كده مثلا هنا احنا كده نعتبر حطينا الوصف. هنا بقى بيقولك عشان تكمل خطوات الحساب، اول حاجة اعمل اضافة للخدمة او الخدمة بتاعتك لأول مرة، اعمل تأكيد رقم الجوال، بتدخل هنا مثلا دخلنا عليها